السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله في الفيديو بتاعي النهارده هنعمل مع بعض فطيره حلوه جدا سهله وبسيطه ومن غير ولا عجن ولا خبز. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، واتمنى طبعا لو انتوا جداد عندي في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. تعالوا نقول بسم الله ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بصوا، حاجه حلوه كده وجميله وسهله جدا، مش تاخد معاكم وقت خالص، ممكن تعملوها في 10 دقايق بس. طبعا الحشوة تقدروا تغيروا فيها زي ما انتوا عايزين. تعالوا بقى نقول بسم الله ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بصوا، لازم اوريكم كده لقطه من قريب علشان اشوقكم. تعالوا بينا نخش على الفيديو ونشوف هنعملها ازاي. هنقول بسم الله كده. عندي نص كيلو من صدور الفراخ، وعندي فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، وعندنا كمان بصلايه صغيره، نص كوبايه من الزيتون اخضر او اسود زي ما بتحبوا، ونص معلقه صغيره من فلفل اسمر، البابريكا، والسبع بهارات. الحشوه دي احنا هنحتاج نصها بس، مش هناخدها كلها. يعني لو عندك صدر فرخه ربع كيلو هتقدري تعملي الحشوه اللي احنا هنعملها دلوقتي. حطيت بقى كده طاسة على النار وحطيت فيها مكعب من الزبدة وشوية كده من الزيت، هيسخنوا معايا كويس قوي علشان انزل بعد كده بالفراخ، اديها صدمة في الاول عشان ما تفقدش كل السوائل اللي موجودة فيها، وتفضل عندي الفراخ محتفظة كده بنفسها وبقوامها وتكون جوسي كده. دلوقتي نزلت الفراخ اللي انا مصفيها طبعا من اي مية ممكن تكون موجودة فيها، وهبدأ ان انا افردها في الطاسة. نفس الفيديو ده اللي هو بتاع المقطع يعني بتاع الفراخ ده بتاع الحشوة، كنت منزلاه معاكم في النجريسكو. كنت عاملة نفس الحشوة دي في النجريسكو وقسمتها ما بين الصينية دي والصينية دي. قسمتها يعني خدت نص للنجريسكو وخدت شوية كده اقل يعني من النص للفطيرة اللي عملناها مع بعض النهاردة. بعد ما الفراخ بقى غيرت لونها بدأت ان انا اقلب فيها زي ما شفتوا كده، وسبتها لحد ما خدت لون كده محمر بسيط، يعني بديها تشويحة كده محترمة، يعني تاخد معايا اللون الذهبي ده. وابدأ بعد كده انزل عليها بالتوابل، بفضل اقلب فيها مع التوابل لحد ما اشم ريحة التوابل كده معايا. ما بحرقش التوابل مع الفراخ، بس اشم ريحتها عشان اتأكد كده ان الحشوة بتاعتي هتطلع طعمها يعني احلى حاجة. هقلبهم مع بعض كده يعني حوالي دقيقة، وبعد كده هنبدأ ننزل بالخضار. دلوقتي هنزل بقى الخضار اللي هو البصل والفلفل الالوان مره واحده كده على النار، وهقلبهم مع بعض وهسيبهم لحد ما الخضار اللي احنا حطيناه يدبل. الفراخ استوت معانا بنسبه 80%، وهتكمل سواها مع الخضار اللي احنا حطيناه. لقيت دلوقتي الطاسه يعني ناشفه شويه، فحطيت كده مكعب زبده علشان يعني يخلي الدنيا حلوه كده. ممكن تستبعدوا الزبده، ممكن تحطوا سمنه، وممكن تعملوها بالزيت بس. ده مكعب الزبده اللي قلت لكم عليه. هقلبهم مع بعض واسيب كده لحد ما الخضار يدبل كده مع الفراخ، مش عايزاه يستوي قوي ولا يتهري، هو بس يدبل معاه. هنا بعد ما الخضار دبل مع الفراخ هنزل بقى نص كوبايه الزيتون، ومش هزود ملح خالص دلوقتي غير لما اقلب الزيتون مع الفراخ يعني لمده دقيقتين كده على النار، وبعد كده هطفي عليهم. لو لقيت الفراخ بتاعتي محتاجه ملح يبقى هزودها ملح. بعد دقيقتين بالظبط من ما انا حطيت الزيتون هطفي بقى النار، وكده الحشوه بتاعتنا هتكون جاهزه. دلوقتي بقى هنجيب لفة الجلاش كده اللي محطوط عندنا في الفريزر، الشقيانة التعبانة دي اللي انتوا شايفينها، وهبدأ دلوقتي اجيب السكينة وهقطعها. الصراحة كانت بتتقطع معايا يعني صعب شوية زي ما انتوا شايفين كده، عشان انا طلعتها من الفريزر على التقطيع على طول. لكن انتوا لو طلعتوها وسبتوها 3 4 دقايق كده بره وبدأتوا تقطعوا فيها هتقطعوها بكل سهولة. جبت الصينية اللي انا هعمل فيها اديتها مسحة من الزيت او السمنة، اي مادة دهنية، وهبدأ كده اخد نص كمية الجلاش وهفردها كده في الصينية. بصوا، كنت بفردها علشان ما يكونش فيه اي تكتلات كده موجوده معانا، ولا بقى هنقعد نفرد كل ورقه لوحدها وندهنها والكلام ده، لا مفيش خالص. هنحط زي ما قلت لكم نص الكميه كده، وبعد كده نجيب الفراخ
هنوزع كده الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين. ممكن نستبدل الفراخ بلحمه مفرومه، او مثلا جبن موجوده عندنا ولانشون في التلاجة، حابين نلم الحاجات اللي موجوده عندنا في التلاجة، ممكن نعمل ايه الصينيه دي. صراحة الوصفة دي أو الفكرة دي مش فكرتي، يعني أنا غيرت في الحشوة وفي السقية بتاعت الصينية، بس الفكرة هي فكرة حرية المطبخ، أو قناة يعني حرية المطبخ. هي الصراحة كانت قايلة أي حد هياخد الوصفة لازم يذكر اسمها في الفيديو، وده طبعا حقها. بدأت اخد بقى بقية كمية الجلاش كده وافردها على الوش كده زي ما انتم شايفين لحد ما اغطي الصينية كلها. انا ما حبيتش اعملها في صينية صغيرة، عملتها في صينية دي مقاس 30 علشان حابة سمك القطعة ما يبقاش يعني سميكة قوي. تمام. جبت دلوقتي بقى طبق حطيت فيه رشة من الفلفل الاسمر ورشة من الملح، وهجيب بضاية علشان هنعمل السقية او التشريبة بتاعة الصينية. بعد كده هجيب عليهم بقى كوباية من الحليب او اللبن. في ناس بتحط نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الزبادي، بس انا حطيت كوبايه من اللبن، يعني اكننا بنعمل جلاش عادي خالص. بعد كده هضيف عليهم معلقتين كده من السمنه، انا حطيت سمنه بلدي عشان تدي ريحه حلوه كده وطعم حلو في الصينيه بتاعتنا او في الفطيره بتاعتنا. ممكن تستبدلوها بزبده، تسيحوا زبده على النار كده وتحطوها، او بسمنه بقى علب زي ما انتوا حابين. بعد كده هاخد بقى التشريبه وهنزلها كده زي ما انتم شايفين، وهسيبها دقيقتين بس على جنب. هتبدا الصينيه كلها تشرب من بعضها زي ما هتشوفوها دلوقتي. بصوا كده خلاص اتاكدت ان الصينيه كلها شربت من التشريبه او السقيه اللي احنا حطيناها. جبت بقى كان عندي نص كوبايه كده موتزاريلا في التلاجة، فجبتها كده وحطيتها على الوش، بتدي طعم وبتدي برده شكل حلو كده للصينيه. بعد كده بقى هشغل الفرن عندي على درجة حرارة 200، وهحطها من تحت الأول. هتبدأ إن هي تاخد لون أحمر معايا أو ذهبي كده من تحت، هتلاقوا الصينية بتاعتنا انتفخت. هنروح مشغلين عليها الشواية عشان تاخد لون ذهبي من على الوش، وبعد كده نطلعها وبالهنا والشفا. وده كده شكل الصينيه بعد ما خرجت من الفرن. ما بتاخدش وقت خالص، يعني حوالي كده 25 دقيقه وبتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدات الاول اسلكها كده من الجناب علشان البيض انتوا عارفين بيكون كده ماسك في الصينيه. وبعد كده هطلعها دلوقتي وهنبدا ان احنا نقطعها. ممكن تحطوا على وشها كمان كاتشب كده، هيكون شكلها حلو قوي وهتعجب ولادكم قوي. ممكن بقى نعملها مثلا في فطار، وممكن كمان نعملها جنب غدا، ممكن نعملها في العشاء، فهتكون حلوه قوي وحاجه كده ظريفه على الاكل. بالذات احنا في الصيف بنحب الحاجات السريعة اللي بتتعمل بسرعة دي. يعني لو عملتوها بجبن وحاجات زي كده مش تاخد معاكم 10 دقايق وهتكون جاهزة معاكم. هقطعها بقى علشان تشوفوا شكلها. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة زي ما قلت لكم، وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه ويوصل لكم اشعار بيه على طول. هسيبكم بقى مع الفيديو واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.